الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يستحي من يعلم إذا سئل على ما لا يعلم أن يقول الله أعلم. فالعلم الشرعي أيها الأحبة هو توقيع عن الله عز وجل، والفتوى هو توقيع عن الله عز وجل، فلا يجوز أن نتكلم بالعلم الشرعي إلا بعلم. وإن كنت لا تعلم الجواب فأحل الجواب على من يعلم وقل لا أعلم. وكما قال الشعبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. وكان الصحابة إذا سئلوا سؤال التف السؤال على أكثر الصحابة حتى يعود للمسؤول الأول، وهذا من خشيتهم، وهذا من خشيتهم، لأن العلم الشرعي قال الله وقال رسول الله. فلا يجوز أيها طالب العلم، ولا يجوز يا مسلم أن تفتي وأن تقول بما لا تعلم، لأن الأمر دين وليس تين. لا أدري نصف العلم، والله أعلم.